يعني هناك من يتهمكم بأنكم تعتبرون تونس مقاطعة فرنسية وتابعة لفرنسا، كما أنكم أسأتم الرد على أسئلة بعض الصحفيين وقلتم إنها تافهة. كيف تردون على هذه الاتهامات؟ في الحقيقة أنا بعيد جدا عن أي فكر استعماري. في الحقيقة يعني تحركت بمبالغة على بعض الأسئلة التي طرحت إليها. ما فماش ولاية ما فماش شهيد، شهدت كل، وهك علاش ثورة شباب تونس انطلاقا من المناطق المحرومة، المناطق اللي تحس بأنها لم كانت على الهامش. كانت إشارة للمثقفين يسمعوا فيه، نجم نحكي بطلاقة على الأرضية الماسونية نتاع الحكم والمؤقتة، الأرضية الماسونية نتاع الحكم والمؤقتة، الأرضية الماسونية نتاع الحكم والمؤقتة. شكون باش يفهمني والواه؟ ونجم نحكي على علاش السيد اللي نحترمه ونحبه اليوم الصباح بكري يحكي على طهارة الغنوشي وعلى نظافته ونيس، كنت ننزه على هذايا، عليه؟ فاش قام عليك؟ الماسونية بتعلمك تكون إنسان نظيف. بيقدر يكون فرد ماسوني بيقدر يوصل ليكون وزير معين، نائب معين، أو حتى رئيس جمهورية معينة. راهو فلان الفلاني وفلان الفلاني يعمل الحكم المؤقت، راهو فرون ماسون فرون ماسون فرون ماسون ماسوني، وهذا متأكد وهذا متأكد وهذا متأكد. التي طرحت إليها المناطق اللي تحس بأنها كانت على الهامش. لأخ يقسم الماسوني على مساعدته في أي مكان، في أي ظرف، في أي زمان، حتى بعد موته.